يا مساء الفل، ازيكم يا اجمل متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كلكم بخير. وحشتوني كتير. برحب بيكم من قناتي على اليوتيوب ريهام صبحي، وكمان البيج بتاعتي على الفيسبوك ريهام صبحي ريهام كيتشن. النهارده هنعمل حاجه حلوه كده ومسكره وجميله وبتدفي موت في الشتاء. اولا الحاجه الحلوه دي بتتعمل بالعيش البلدي، بايت بقى فريش طاز، اي حاجه، اي عيش بلدي. الحاجة الحلوة دي أنا ما كنتش أعرفها، بس هو جوزي قال لي عليها، وكانت والدته بتعملها له، فهو اللي قال لي تعمليها وشجعني إن أصورها. ولو عجباكم اكتبوا لي في الكومنتات، ويا ريت تجربوها، لأن اللي هيجربها مرة هيدمنها، هتبقى إدمان. حاجة كده حلوة تنفع مثلا في العشاء، تنفع في اي وقت كده، وجبة سناكس وسريعة وما بتاخدش وقت. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما ندخل في الفيديو ونشوف الطريقة البسيطة السهلة دي، ما تنسيش تعملي لي فولو على البيج بتاعتي على الفيسبوك ريهام صبحي ريهام كيتشن. وطبعا ما تنسيش اللايك اسفل الفيديو، وكمان كومنت اعرف رأيك. يلا بينا نشوف مقاديرنا ايه النهارده. اول حاجه طبعا محتاجاها وهو العيش البلدي، زي ما قلت لكم سواء بايت او طازه مش هيفرق، المهم ايه؟ اي كميه كمان مش هتفرق. ان شاء الله تعملي اول مره برغيف او رغيفين عادي جدا. المهم انا معايا 6 رغيفه، او طبعا حسب عدد افراد الاسره. وهنبدا نقصقص العيش بتاعنا، او نقطعه باي طريقه انت عايزاها. طبعا انا قصقصته بالمقص عشان يطلع كلها ايه، حجم واحد، ويطلع شكل واحد، ويكون شكل الطبق حلو. تمام. هنبدأ نقصقص كده، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بعد ما قصقصنا العيش كله او قطعناه باحجام بقدر الامكان تكون متساويه، انا في طريقتين: في ان انت ممكن تحمريه في السمنه على طول، وفي طريقه تانية ان انت تديله تحميصه وتحميره في الفرن الاول. وانا حبيت اعمل كده، ان انا شغلت الشوايه ومشغله الفرن، او شغلي شوايه بس وحطي العيش، ومن وقت للتاني تقلبيه فياخد شويه تحميصه، طبعا من غير اي دهون ولا اي حاجه. احنا بنعمل كده ليه؟ علشان لو احنا حمرناه في السمنة على طول وهو العيش طري، هيشرب كمية كبيرة من السمنة. فانا مش حابة كده عشان ما تبقاش الوجبة دسمة بزيادة. فانا حمصته نص تحميصة في الفرن تحت الشواية، وبعد كده جبت الوok بتاعتي او الطاسة، حطيت فيها شوية زيت صغيرين، زيت نباتي، زيت ذرة او زيت عباد شمس، وهحط معاهم معلقتين سمنة بلدي. تمام. حطينا الزيت ليه؟ علشان السمنة ما تتحرقش، وتاني حاجة برضو علشان العيش بتاعي يكون فيه لمعة. تمام. يبقى حطينا معلقة زيت ومعلقتين كبار سمنة بلدي، والأكلة دي بقى معتمدة على السمنة البلدي أو الزبدة. تمام. وهناخد العيش بتاعنا أول ما بس السمنة تسخن كده وتقدح شوية، هروح ايه بقى؟ نازلة بالعيش عندي اللي أنا حمصته تحت الشواية. تمام. واروح حطاه بقى وابدا اشوحه في السمنه، فكده ما يشربش كميه كبيره من السمنه. تقدروا تعملوا الطريقه دي، وتقدروا ان انتوا تحطوا العيش على طول في السمنه وتبداوا تقلبوا في السمنه لحد ايه ما يتحمر. خلاص، إيه اللي يعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي فولو على البيج بتاعتي على الفيسبوك ريهام صبحي، وما تنسوش اللايك اسفل الفيديو على قناتي على اليوتيوب. هبدأ بقى اقلب كويس جدا، وخلي بالكوا لازم افضل اقلب فيه علشان العيش ما يتلسعش مني. انا عايزاه متحمر بس مش محروق. خلاص، ادي كده قلبت فيه تمام. بصوا اتحمص ازاي، وبقى ايه، حاجة كده كريسبي، حاجة مقرمشة. جميل. واصلا ريحته حلوة جدا، وهو العيش بيتحمر في السمنة ريحته حلوة قوي. اول ما العيش كده اتحمر وابتدى يبقى مكرمل، بروح على طول منزله رشه فانيليا
بتدي بقى ايه، تعلي التست كده وتدي له ريحه حلوه قوي. بعد كده هحط 3 معالق كبار من السكر. تقدري تحطي 3 معالق كبار او 4 او اقل، حسب كميه العيش اللي انتي حطاها بتحمريها. تمام. انا حطيت 3 معالق كبار سكر، وهبدأ ان انا اشوحهم لحد ما الاقي السكر يدوب كده مع العيش ويغلف العيش بتاعي. ولازم تقلبي، المهم في الخطوة دي تقلبي كويس قوي علشان السكر ما يتحرقش في الوok بتاعتك، وممكن تهدي النار شوية. خلاص هبدأ اقلب كويس لحد ما كده السكر يدوب، والاحظ ان السكر داب. بصوا في الوقت ده هتشموا ريحة جبارة جبارة. انا عايزة اقول لكم البيت كله هيبقى إيه ده، انت بتعملي ايه؟ محدش هيتوقع ان ده عيش بلدي خالص. تمام. كده بعد ما خلصنا، بصوا العيش متحمر وجميل. بروح نازله بقى بمعلقتين كبار عسل اسود. هنا اختياري، ممكن تحطيهم بس بيدوا طعم وريحه فوق الخيال، وممكن ما تحطهمش. بس بصراحه المعلقتين العسل الاسود دول، لا ادوا التست حاجه تانية خالص، كأنك بتاكلي كراميل. تحفه. يعني ما تحسيش خالص ان ده طعم عيش، ده مش عيش خلاص بقى، ده حاجة تانية كده جبارة. حطينا المعلقتين الكبار عسل اسود، خلاص بقلب تقلبتين وبطفي علشان العسل ما يتحرقش والسكر يتحرق مني. خلاص كده بقى تحفة ومظبوط، وكمان بقى مكرمل قوي، بقى حاجة كده فظيعة. تمام. هروح على طول طافية النار، وبروح حاطة حليب او لبن. الحليب ده حليب بارد. ليه حطيت حليب بارد؟ علشان الحليب البارد هيحافظ على القرمشة بتاعة العيش. لكن لو حطيت حليب سخن هنلاقي العيش طري طري. لكن انا عايزاه العيش مكرمل ومقرمش، وكمان معاه صوص رهيب. فصوص الحليب ده فوق الخيال. لو مش حابين الحليب يبقى خلاص انت تقدمي الوصفة بتاعتك العيش مكرمل بالسكر والعسل وبس، وتحطي شوية المكسرات. انا لقيت ناس بتعملها بيسموها سخينة، وبيقدموا العيش وهو مكرمل بالسكر والعسل والمكسرات بس لما بتحطي التست او الحليب ساقع عليه، لا لا بيودي الطعم في حاجة تانية خالص. بيحسسك كده ان انت بتاكلي كراميل، بتاكلي حاجة بجد انا مش قادرة اوصفها لكم. جمالها، طعمها تحفة، وريحتها حلوة قوي، وشكلها شهي قوي في الطبق. طبعا قدمنا بقى الوصفة بتاعتنا في الطبق. وحطيت عليها رشة بقى ايه، اي مكسرات عندك، سوداني، جوز هند، زبيب، شوية عين جمل، شوية فستق. انتي بقى واللي موجود عندك حطيه. ولو مش موجود عندك اي مكسرات قدميه سادة بالحليب، او تحطي الحليب جنبه، واللي عايز يحط حسب الرغبة. زي ما قلت لكم هي بتحط عليها الحليب ساقع او بارد بس. تعالوا بقى هنقدمها كده للاولاد. انا عايزه اقول لكم عيالي ما كانوش عارفين ان ده عيش اصلا. هو الاكله دي اللي قال لي عليها جوزي، وانا دخلت عملتها، وايه بقى، وقلت افنن فيها واحط شويه اضافات من عندي بس. عايزاكم تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم فيها ايه. وما تقولوش لاولادكم ان ده عيش بلدي، سيبيهم ياكلوا الوجبه دي، وبعد كده سيبيهم يخمنوا بقى هو ايه ده اصلا. حاجه كده فظيعه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. انا عجبتني جدا جدا، وهعملها تاني، وعجبت الاولاد قوي. وفي اخر الفيديو هوريكم بقى هما بياكلوا، لا لا عاجبهم، ما كانوش عارفين ده ايه اصلا. طبعا العيش متقطع بشكل حلو مكرمل، فطبعا مش باين خالص انه عيش بلدي خالص. بس والحليب طبعا مديله قيمة غذائية عالية، والمكسرات والعسل الأسود. يعني وجبة بسيطة مكوناتها عندك في البيت، فتقدري تقومي تجربيها حتى في رغيف عيش واحد. مش هتاخد وقت منك، ده كله سريع على البوتاجاز. بس زي ما قلت لكم حمروا العيش نص تحميرة الأول تحت الشواية، علشان ما ياخدش منكم سمنة كتيرة في التحمير على البوتاجاز. اشوفكم على خير في فيديو جاي جديد. ما تنسوش لايك اسفل الفيديو وكومنت اعرف رأيكم.